بامتياز. عرس كروي، تيفو جميل ورائع. إصابة في مدرجة الوداد، إصابة في مدرجة الوداد. هدف جميل، فدائيو الوداد والوينرز. تيفو جميل، تيفو رائع، هدف جميل بالمدرجات. جماهير الوداد تبدع من خلال هذا التيفو، ويمكن أقول بأنه لجميع الإطارات العالمية هنا في المغرب ميد باي ماروكو. هكذا تصنع جماهير الوداد في انتظار جماهير الرجاء. إصابة رائعة، إصابة جميلة، إصابة ممتازة لجماهير الوداد هنا بمدرجات فريمجة. مركب محمد الخامس يكسو تيفو جميل، وانتظروا بعد قليل إصابة لا محالة ستسجل هنا بمدرجات الرجاء بالمكانة. فدائي الوداد يرسمون تيفو رائع قبل انطلاق البداية، وبطبيعة الحال في الديربي رقم 117 تمريرة من مدرجات الرجاء في الزاوية وفي الجهة اليمنى ستكون تمريرة رائعة. إصابة في المكانة، إصابة في مدرجات المكانة. جماهير الرجاء تبدع وترد الهدف، هدف الوداد بهدف جميل. تعادل هنا في المدرجات بين جماهير الوداد وجماهير الرجاء، فيمكن أن أقول هذا هو الإبداع، وهذه هي صورة كرة القدم المغربية، وهذه هي رسالة الجماهير بأنهم يعشقون الإبداع داخل المدرجات. وهذا هو المغربي الأصيل، يبدع في أي شيء يحب ويبدع في أي شيء يصدق، فإن الحبيب إن أحب أبدع وأبلغ في التعبير. وهذه هي جماهير الوداد، شكرا لكم كذلك جماهير الرجاء من خلال هذا الإبداع. يمكن أقول بأنها رسالة قوية إلى الجميع بأنه لا خوف على كرة القدم الوطنية ما دام وراءكم لاعب اسمه لاعب رقم 12 يبدع ويتألق. إذن على بركة الله بعد لحظات ستنطلق المباراة بين الوداد والرجاء في الديربي 117. بسم الله مجراها ومرساها هنا بمركب محمد الخامس. سنتابع وتابعنا بطبيعة الحال إبداع المدرجات في انتظار إبداع الميدان. مرة أخرى مفخرة وشابو، ويمكن أقول ترفع لكم القبعة. الرجاء يعاود الكرة، الرجاء يعاود الكرة ويرفع تيفو. طريق سيار في انتظار أن تكون العودة الميمونة لجماهير الرجاء ولفريقها لسكة النتيجة الإيجابية. إذن على العموم مفخرة لكل البيضاويين. الوداد ترد من خلال المدرجات. طريق هنا وطريق آخر هنا على طريقة الحلبة، الطريق السيار ما بين حلبة ألعاب القوى. يمكن أقول برافو 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 بلاتير، كان يمكن أن تكون ضيفنا الكبير. عيسى حياته كان يمكن أن تحضر وتشاهد إبداع الجماهير التي تستحق اللقب الإفريقي، ولما لا إن شاء الله اللقب العالمي. إذا مفخرة، رسوم ولوحات فنية رسمها أحسن الرسامون وأحسن المصورون، ويمكن أن أقول بأنه إبداع جميل، وجماهير تتنافس في الإبداع، تتنافس في إعطاء الصورة. وأكيد بأنه مركب محمد الخامس ومدرجات مركب محمد الخامس ستظل شاهدة على التاريخ لتقول بأنه لا تستنجد بالأطلال فنحن حاضرون. فيمكن أقول إن كان البعض يقول بأنه المستوى بين تواضع حول اللاعبين وبين طريق يمكن أقول نحو الحسن والأحسن، فأجزم وأقول شتان ما بين جماهير الأمس وجماهير اليوم. فالإبداع متواصل، فالإبداع متواصل. اعذروني إن لم أواصل بنفس الرتم لأنه الجماهير رفعتني وسحرتني بأشياء جميلة. إذا برافو للوداد، برافو للوينرز، برافو كذلك لكل إلترات الرجاء ولكل إلترات الوداد. فاليوم مع الإبداع إبداع
جميل بين الطرفين، بين جماهير الوداد وبين جماهير الرجاء. فقلتها إن كانت ساحة جامع فنا هي مفخرة المراكشيين والمغرب، فكذلك مركب محمد الخامس في يوم من الأيام سيصير تراثا حضاريا وتراثا جماهيريا هنا بمركب محمد الخامس. إصابة في مدرجات الرجاء، هدف بطبيعة الحال، ليس الإصابة والحمد لله، وهدف في مدرجات الوداد. أمطار الخير تهاطلت الحمد لله، وأقول إننا ننتظر المزيد والأحسن من خلال المباريات. صورة حضارية بين جماهير الرجاء. زميلي المخرج بمعود إذا كان ممكن أنني نشاهد صورة لفريقين في صورة تذكارية معبرة. عرس إفريقي، عرس مغربي، عرس عربي، بكل ما في العرس المغربي من احتفالية وآزيج. فها هي الجماهير أبدعت وها هي تتحف، وأكيد بأنكم ستعودون للقمة، ستعود كرة القدم المغربية للقمة ما دامت هناك جماهير عريضة تشجع. إذا سأعطيكم التشكيل. يمكن أقول بأنه خط وسط ميدان فريق ممتازة من النقاش. متابعة المحاولة، هذه محاولة خطيرة. هذا هو الهجوج، هذا هو الهجوج. قلت بأنه يتحين الفرصة وينتظر وينتظر وانتظر، وانتظاره كان إلى حدود الدقيقة 27. تدخل كان جد ممتاز من النقاش، والهجوج لم يترك الفرصة تمر. لاعب خطير، لاعب مؤثر، لاعب مشاكس، لاعب قناص، لاعب مؤثر، ولاعب بموهبة عالية جدا. نتابع الآن، يمسك الكرة، يراوغ ويصوب، إمكانيات عالية، لاعب واعد. هنيئا للوداد بهذا الهدف، وهنيئا بهذا اللاعب رضا الهجوج. كرة مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرة مثالية صوبها بتصويبة مليمترية وأجهز بهذه الطريقة الجيدة. فرحة خطيرة الآن لفريق الوداد. باكاري كوني شنو غادي يعمل الآن؟ باكاري، يا سلام يا سلام، الوداد تصنع الأفراح. طوفان بمدرجات الوداد، طوفان بمدرجات الوداد، أشعلها هجوج وزينها باكاري كوني. الوداد في أحسن الأحوال، الوداد في أحسن الأحوال، والرجاء ليست كما عودتنا في هذه الهجمة. محاولة خطيرة، محاولة خطيرة، خطيرة، وهدف. قلتها لا شيء. هشام العمراني، تمريرة كانت ممتازة، ومن وراء التمريرة زكريا الهاشمي، والعمراني أسكن في الشباك، في شباك فريقي. نتابع الآن فيفيان مابيدي، مررها للاعب عادل الكروشي، عفوا عادل الكروشي.